كم أحب أن أرى السادة وهم سعداء. لأن عملك مجد أكثر من عمل الكلاب. أنت يا جفرة تثقلين بالكلام. حقا؟ ماذا قلت؟ لو كان عندك ذرة إحساس لما كنت سعيدا لهذه الدرجة. قبل يومين فقط احتفلوا بمرور 40 يوما على وفاة السيد، والآن يقيمون الاحتفالات لكي يشربوا الخمر ويلعبوا الميسر. وما ذنبي أنا؟ هل أقيم أنا هذا الحفل أم هم؟ ثم إن الأفراح يا جفرة مقدمة على الأتراح، أليس كذلك؟ يكفي يا سرحان، يكفي الليلة. ليلة بارحة ربحت أنت، والليلة هو. ليلة لك وليلة عليك، هذه هي سنة لعبتنا. وهل تظن أنني غاضب بسبب الخسارة؟ لا، لدي أموال لا تأكلها النيران. كلنا لدينا أموال. هل تستطيع أن تقول لي لأي سبب أنت غاضب إذن؟ لا تنكش عش الدبابير. بل سأنكش. إذا كان لديك سبب مقنع قل. إنك غشاش. أنا غشاش يا سرحان؟ غشاش ومحتال أيضا. ولكني لا أحتال على أخي مثلك. لا لا يا جماعة، لا تغلطوا بحق بعضكم. نحن هنا كي ننبسط. لا يوجد ابن امرأة يستطيع أن يغلبني في اللعب. طيب كما تريد، كل ما تقوله صحيح. هيا 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 هيا، حان وقت النوم. أنا وحدي من فهم سر الأمر، لكنني لم أنبس ببنت شفا. لم أقل لأحد حتى لصفية. انقضى عام على هذه الحادثة. خلال عام كامل لم ينطق أزدشير إلا ببضع كلمات، ومرض فجأة. وقبل موته قال لي: يا جفرة، أنا قتلت سرحان، خنقته بالحبل. وبعد أن مات أزدشير أوكل إلي السيد أمور الاعتناء بالبستان ريثما يعثر على بستاني جيد. وبعد أكثر من سنة عثروا على بستاني جديد. جاء إلى البستان مع زوجته الشابة، وكانا بلا أولاد، فأحبا صفية وعطفا عليها، وكان لهذا أثر كبير في معالجتها. لكنها ظلت تنفر من الناس وتبقى وحيدة. أحد الأطباء قال للبستاني: إنها يمكن أن تشفى إذا تزوجت، أما إذا أنجبت طفلا فسوف تشفى تماما وتعود إلى حالتها الطبيعية.
ولكن من سيرضى الزواج من جارية، بل وجارية موسومة بالعار أيضا؟ ومرت الأيام ومثل برعم لم يتفتح بعد بدأت بنيتي تذوي. كانت في 22 من عمرها، تبدو وكأنها في 30. يعني أنا لست ابنة ذلك السرحان الذي قتله جدي؟ لا يا ابنتي، لا. ومن هو أبي إذن؟ أنت ابنة أجود النجار الذي وجدته شبه ميت بالقرب من نبع أيوب عندما كنت برفقة سند زوجة رستم البستاني. وبينما كانت هي تدهن نفسها بالوحل المقدس، رحت أنا أتجول، وإذ بي أسمع أنينا وأرى شابا يفترش الثرى. شيء ما دفعني لمساعدته، فحملته على عربة وجئت به إلى البستان. لا، الصوف لا يندف بهذا الشكل يا حبيبتي. على هذا المنوال لن ننتهي منه بشهر كامل. وكيف يندف إذن؟ هكذا، بأصابعك ال5. هكذا؟ لا لا لا، دعي أصابعك ال5 مفتوحة هكذا هكذا. لو كان لي أم مثلك لتعلمت كل شيء. الحياة تعلمنا الرقص على الحبال. أين أمك؟ أمي؟ لا أعرفها. أنا يتيمة مثل صفيتي، ولكن صفية تتقن كل شيء منذ صغرها. صفية يتيمة الأب، أما أنا يتيمة الأم. الفرق كبير، أليس كذلك؟ نعم، صدقتي. وكيف حال ذلك الشاب؟ أحسن بكثير، ما زال نائما. إنني أتساءل منذ ذلك الوقت، لماذا أحضرته إلى هنا؟ وإلى أين سأحضره؟ أرجو المعذرة، ولكن السادة الذين يملكون بيوتا لم يقدموا على ذلك. السادة ليسوا بحاجة إلى شخص مريض. لا أدري، لم أفكر في الأمر. وجدت شابا بحاجة إلى المساعدة فساعدته. يبدو أن قلب الأم لم يشخ فيك بعد. قلب الأم لا يشيخ أبدا. أتمنى من كل قلبي أن يرزقك الله بطفل وتجربي ذلك. لا أدري كيف يستطيع الناس أن يجدوا إنسانا مريضا وعلى وشك الموت ولا يهبون لمساعدته. ولكن أغلبية الناس بحاجة إلى مساعدة، فهل بوسعك مساعدة الجميع؟ أساعد قدر استطاعتي. من أنت؟ أنا صفية ابنة جفرة زعفران. وأين أنا؟ أنت هنا في بيتنا. هيا اشرب الحليب. هيا. هذا ما يسمى فراشا، وليس تلك الخرق التي ننام عليها. إذا نامت المرأة على مثل هذا الفراش حبلت بلا رجل. اعقلي يا سند لكي لا تسمعك السيدة. وإذا سمعت؟ هذا فراش زوجها. أمي، يا أمي. اسمه أشوت النجار. هو قال لك ذلك؟ نعم، إنه يتكلم. هل شرب الحليب؟ شرب وتحدث معي، لكنه لا يستطيع النهوض الآن. ولكنك الآن لم تعد وحيدا ولم تعد بلا مأوى. قد أثقل عليكما. لن تثقل على أحد. صحيح نحن فقراء، ولكن كما يقول المثل، ليس في اليد إلا نصف رغيف، ولكن القلب مطمئن. كثيرون عانوا مثل ما عانيت وربما أكثر، ولم يجدوا من يمد لهم يد العون. أنت ما زلت شابا، والحياة كلها أمامك. إن شاء الله تعيش وترى أياما سعيدة. لا أعرف كيف أشكرك. بأية كلمات. لا داعي لأن تشكرني، ولا تتحدث كثيرا. قد أدخلت الطمأنينة إلى قلبي. الحمد لله،
ولهذا علي أنا أن أشكرك. تبارك من استطاع أن يدخل الأمن والطمأنينة إلى نفس قلقة ومعذبة. وعلى غير انتظار تعلقت صفية بهذا الشاب الغريب. لم تكن تبتعد عن فراشه، تدهن جراحه بالمراهم الشافية، تبدل له الضمادات، تطبخ له وتطعمه بيدها، بل وكانت تتحدث معه أيضا. وخلال أقل من شهرين نهض أجود من الفراش معافا، وبدأ يعمل مع البستاني مساعدا له. وأينعت صفية تماما، انتعشت، بدأت تضحك، بل أنها راحت تدندن ببعض الأغاني أيضا. وذات يوم قالت لي سند زوجة البستاني: يبدو أن ابنتك عاشقة. هي قالت لك ذلك؟ انظري إليها كيف تغيرت منذ قدومه، أكاد لا أعرفها. وأنا أيضا. أينما ذهب ذهبت معه، وإذا غاب سألت عنه. نعم نعم، ولكن هل يبادلها هو هذا الشعور؟ أكيد. أحقا لا تلاحظين ذلك؟ أم أنك تتجاهلين؟ لقد أفضى بمشاعره لزوجي وقال له: أمي أجود أمسك بأفعى أطول من الذراع. هل قتلها؟ لا، لم يقتلها، يمسكها بيديه ويلعب معها. لقد قلت له اقتلها، لكنه يقول بأنها لا تؤذي. أجود، لا تقترب يا نسوة، زوجتي تخاف كثيرا من الأفعى. لا عليك، سأجعلها تتخلص من هذا الخوف إلى الأبد. لا، ليس الآن، إنها حبلى. حقا؟ من أين أتيت لنا بهذا الشاب؟ إنه بستاني محنك. لقد عملت فترة طويلة في أحد البساتين. أين؟ غير بعيد من هنا، عند السيد أمين. حقا كنت تعمل هناك؟ إنها قصة طويلة. أريد أن أسألك وأن تجيبي بصدق، هل تميلين لهذا الشاب؟ يجب ألا تخجلي. إذا كنت كذلك صارحيني. وأخيرا تحقق ما كنت أحلم به، عشت ورأيت عرس ابنتي. وهكذا يا عزيزتي جولانار، صفية هي أمك، وأجود النجار هو أبوك. لقد عاشا معا قرابة 20 عاما. لقد كان لديهم قبلك أولاد آخرون، بيد أنهم ماتوا جميعا وهم صغار. وأخيرا خرجت أنت إلى النور. ولكن بعد شهر على ولادتك ماتت أمك صفية، فلم يعش أبوك بعدها طويلا، وبقيت أنت. اشتريت بآخر ما كان لدي من نقود عنزة، وصرت أسقيك وأطعمك من حليبها حتى كبرت. والآن لا أرغب إلا بشيء واحد، هو أن أراك سعيدة مستقرة، وبعد ذلك يمكن أن أموت وأنا مطمئنة. لا تحزني يا صغيرتي، هذه سنة الكون. أتمنى من الله أن يمنحك الصحة والحياة الأفضل. ولكنك لم تحدثيني عن أبي. لماذا كان مطروحا أمام معبد أيوب؟ كيف أصبح عبدا؟ وماذا كان قبل ذلك؟ هل كان رجلا حرا؟ كل الناس ولدتهم أمهاتهم أحرارا يا ابنتي، ولكن البعض يستغلون فقر الآخرين فيستعبدونهم، وهذا ما فعله أمين سيد نجا. لقد وضع يده على خيرة البساتين والأراضي في القرية. كانت داره كالقلعة مثل بيت السيد رمح الندى، وكل العائلات التي كانت تعيش في القرية كان أمين يعتبرها خدما عبيدا له. ولهذا السيد عدد لا يحصى من الزوجات والجواري، ومع ذلك لم يرزق منهن بولد،
لم يمنحه الله ولدا لأنه كان قاسيا على أولاد الغير. الولد ضروري يا ابنتي لمن يملأ قلبه الحب والعطف، أما هذا السيد فكان قلبه طافحا بالحقد والغيظ. في هذه القرية نجا كان يعيش رجل اسمه المعلم ندري، نجارا أبا عن جد، ولهذا لقبوه بندر النجار. ولهذا النجار ابن جميل راجع العقل محب لعمله، وكان بستانيا ماهرا مع أنه لم يبلغ 16 من العمر. اسمه أجود النجار. أبوك. يا أهلا وسهلا، تفضلوا سيدي. لا تترك عملك. كنت مرة من هنا فعرجت عليكم، لم أرك منذ فترة طويلة، فقلت أمر وأسأل عن الأحوال. ممنون جدا، لنا شرف عظيم يا سيدي. يا أجود، اذهب واحضر لنا بساطا. لا داعي، لا تذهب يا أجود. أنا لدقيقة فقط سأجلس وأتفرج على عملك، أما إذا بدأتم الاهتمام بي فسأذهب حالا. حسنا، كما تريد، تفضل. لقد كبر المحروس ابنكم، صار شابا ومساعدا يعتمد عليه. مساعد نعم، ولكنه لا يحب مهنتي، لا يريد أن يصبح نجارا. وماذا يريد إذن؟ هواه في البستان يا سيدي، إنه يحب الأشجار والدوالي، لا هم له إلا أن يغرس ويطعم ويسقي ويقلب. كله شغل بالخشب، لكن بستانكم صغير جدا، إنه لن يحقق هنا ما يطمح إليه ويشفي غليله. ماذا يريد؟ لا أدري. إذن اذهب وافهم ماذا يريد. الآن أبي سيعرف ويخبرنا. لست مرتاحة لهذه الزيارة. هذه أول مرة يزورون فيها السيد أمين بشحمه ولحمه. لا شك بأنه يخطط لشيء ما. بعد قليل سنعرف كل شيء. البستنة ليست عملا سيئا. البستاني قحطان الذي يعمل عندي شاخ تماما، لم يعد ينهض بالعمل لوحده. إنه يحتاج إلى معاون جيد وحاذق، وإلا فإن بستاني سيصبح حطبا. ولكن قحطان رجل قوي وقادر وله خبرة كبيرة. كان كذلك، أما الآن فقد خرف وشح بصره. إنني أنظر الآن إلى ابنك كيف يعمل وأفكر حبذا لو يعمل عندي، فهو من جهة سيتعلم الكثير من ذلك العجوز، ومن جهة أخرى يساعده. وأنت يا معلم نذر النجار هرمت أيضا، فأية مداخيل لرجل في مثل سنك إنها لا تكفي لسد الرمق. أما إذا بدأ أجود بالعمل والترزق فسوف يخفف عنك الحمل. نعم، سوف يخفف بالتأكيد، وأنا سأعطيه أجرا جيدا على عمله. إن في هذا خيرا له ولك أيضا، فماذا تقول؟ وماذا يسعني أن أقول يا سيدي؟ كلامك صحيح، فأنا الآن رجل هرم وعليل، لقد فقدت قوتي السابقة ورغبتي في العمل. لهذا السبب أنا أحتاج لمن يساعدني ويعينني في عملي أو في بستاني. عسى أن تعيش وتحافظ على صحتك يا معلم. ثم ما هذا الذي تقوله؟ إنك تضحكني رغما عني. بستانك هذا يمكن أن يزدهر بدون بستان خاص، ثم إن أجود يستطيع أن يعمل به حين يعود من العمل. أما بستاني فسيهلك بدون شغيل جيد. هيا دع أجود يأتي إلي من صباح الغد، وسوف أعين له راتبا، وأستطيع إذا أردت أن أعطيك الآن عربونا. هل تريد؟ أشكرك كل الشكر، فأنا ما زلت قادرا على توفير الخبز لأسرتي. هذا حقك. لا أريد، أرجوك. حسنا، كما تشاء، سأنتظره غدا صباحا. قلت لك لا أريد. لا تريده أن يعمل عندي؟ لا أستطيع. كنت أظن أنك رجل عاقل، لم يخطر على بالي أبدا
أنك خرفت أنت أيضا وفي يتي الأمر. إنما لا بأس، أنت لا تريد، فليكن لك ما تريد، ولكن ضع في علمك أنه قد يأتي يوم وتحتاج أنت إليه. عندها سوف تتذكرني، وسوف يكون بابي مفتوحا لك. وبعد أن انقضى ما يقرب الشهرين على تلك الزيارة، خرج المعلم نذري لزيارة أحد أقاربه في القرية المجاورة، ولكنه لم يعد أبدا. وجدوه ميتا في أحد البساتين القريبة من القرية. وأذهل السيد أمين الجميع بسلوكه، لأنه عندما أراد أصدقاء نذري أن يجمعوا المال اللازم من أجل الدفن، رفض ذلك وتكفل بجميع النفقات من جيبه الخاص، بل أمر أن يذبح كبش من قطعانه. وصدق السيد بما وعد، فكان في غضون 3 أيام يأتي إلى بيت النجار يعزي زوجته وابنه أجود ويستقبل المعزين. وبعد أن مضى 40 يوما على وفاة المعلم نذري، جاء السيد أمين إلى بيت أجود النجار. ها هي يا أجود قد مرت 40 يوما على وفاة أبيك. لقد أحيينا ذكراه وقدمنا له الواجب، فدعنا نتحاسب الآن. التيس والكبش والكفن، أجرة جهاد، حفر القبر، مصاريف أخرى. 100 دينار يا بني. عندنا في البيت لم يبقى شيء، كل الذي كان فيه راح على دفن أبي، فمن أين هذه 100 دينار أيضا؟ وكيف لا؟ وكل سكان القرية كانوا شهودا على كرم وسخاء السيد. أما أنت فبدلا من أن تشكره وتقبل يديه تطرح هذه الأسئلة الوقحة. يا سيدي، أبي يستحق ما أنفق عليه، ثم أنا لا أملك دينارا واحدا. هذه ليست مشكلة، السيد يستطيع أن ينتظر، وأنت أيضا بالمقابل يجب أن تقابل المعروف بالمعروف. وكيف أستطيع ذلك؟ اشتغل عنده حتى تفي بدينك. اشتغل عنده في البستان. هذا ما أردتموه؟ نعم، وما أردناه هو الصواب. هل أنت موافق يا سيدي؟ لا بأس، ليشتغل. الذي يؤسفني أن هذه الكلمات لن تبلغ مسمع أحد، ستضيع مثل الضباب ولن يبقى منها شيء. ذات يوم في الماضي عاش في هذه الدنيا شعراء كبار. هؤلاء كانوا بشرا مثلنا، ولكنهم لم يثرثروا عبثا كما نفعل أنا وأنت. كلماتهم صارت كتبا يقرأها الناس، أما كلامنا نحن فما جدواه. نحن نتحدث عن الأرض وعن الماء، عن البستان والعنب، عن العمل والشيخوخة والعجز، وعما نتحدث أيضا عن وحدتنا. أنت وحيد وأنا وحيد، لا زوجة ولا ولد ولا أهل. من الصعب على الإنسان في شيخوخته أن يكون بلا صديق. ما أخشاه أن أموت وحيدا وتلتهمني الذئاب، ولن تقدر أنت طبعا على دفني. أنت عبقر بالاسم فقط، ولكن اعذرني لا نفع منك. حطان، نعم يا سيدي. انظر ماذا جلبت لك. أجود النجار
هذا الشاب سيعمل مساعدا لك. شكرا يا سيدي، إنه بستاني جيد. من الآن فصاعدا يا قحطان المحترم ستعملان أنتما الاثنان في بستاني بشكل لا يكون فيه مجال للأعذار، أي يجب أن يكون المحصول في هذا العام على الأقل مضاعفا. يجب أن لا يحدث للأشجار أي مكروه، وأن يتم كل شيء في أوانه. مفهوم؟ كل شيء سيكون حسب أوامرك يا سيدي. حسنا، سنرى. كيف حدث ذلك ووافقت على العمل عند هذا المرابي؟ هل أرغموك على ذلك مقابل دينك؟ لا بأس، لا تتكدر، سيكون كل شيء على ما يرام. العمل في البستان ليس صعبا، وسنجد الوقت المناسب للعمل في بستانك أيضا. هيا بنا. ها سأشرح لك. ما أن ينام كانون حتى تستيقظ الأشجار، وأول من يستيقظ أشجار اللوز، ولكن الصقيع يمكن أن يصيبها إذا حدث بعد أن تزهر. ولذلك عندما يأتي الثلج نحفر حفرة عميقة ونهيل الثلج عليها، ثم نردمه بالتراب ونرصه بأقدامنا جيدا. وماذا يفيد ذلك؟ البرد سوف يؤخر إزهارها ولا يصيبها الصقيع. هل تعرف أيها الجد، أنت ثروة حقيقية. في الأيام الأولى كنت منقبضا نفسي شاردا، لكنني شيئا فشيئا بدأت أحب العمل هنا وأستمتع به، والسبب في ذلك هو أنت. لقد تعلمت أشياء كثيرة كنت أجهلها. تعلمت وسوف تتعلم. ما نجهله أكثر بكثير مما نعرفه. قحطان، أيها العجوز الخرف، هل أنت أصم؟ ولم تصرخ عليه هكذا؟ نعم، أنت ستعلمني ماذا وكيف أتعامل مع عبيدي؟ لسنا عبيدك. اخرس، وإلا أمرت برميك في الزريبة. زرائبك لا تخيفني. طيب أيها الكلب الصغير، سوف نرى. أجود يا بني، لا يجوز أن تتحداه هكذا. وهل يجوز له أن يخاطبك بهذا الشكل؟ هل نحن عبيد عنده؟ أنا تعودت على صوته وعلى لسانه. ولكن أي ذنب ارتكبت حتى يصرخ في وجهك هكذا؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف. بعض الأحيان يضربني ولا أعرف لماذا. يضربك؟ هل أنت جاد؟ وماذا تظن؟ إنه السيد، والسيد يفعل بعبيده ما يشاء. ولكننا لسنا عبيدا. نعم صحيح، هذا ما تقوله أنت. وأنت؟ كان أجود أبوك راجح العقل، جدي الطبع ومؤدب، ولكنه كان حرا يعجز عن كبح غضبه ولا يتحمل الإساءة من أحد، ونال جزاء ذلك الضرب المبرح والسجن في الزريبة والتعذيب. ثم ضاق السيد ذرعا بهذا الشاب الفلاح ذا الطبع العنيد المشاكس. ماذا أفعل بهذا العتريس؟ كيف أتصرف معه؟ لا خير يرجى منه، لم ينفعني معه لا الضرب ولا التهديد. أشر علي. يجب عليك أن تعامله باللين والملاطفة، بالمعاملة الحسنة، قد تصل معه إلى نتيجة ما. اللين والملاطفة في حضن أمه وليس في البستان. وبدأ السيد بتغيير معاملته لأجود، صار معه أرق حاشية، بل وأحجم في حضوره عن شتم العجوز قحطان. وذات يوم أتى لزيارة السيد صديق له من المدينة، كان يدعى رئيس الكبسة، ولا أحد يعرف له غير هذا الاسم. وكان الوقت صيفا حارا، فأنزل السيد أمين ضيفه في بستانه. وذات ليلة، وبينما كان السادة يتسامرون ويضحكون، وكان أجود وقحطان يجلسان ويستمعان إلى عربدة الضيوف، وإذ بشبح يقترب منهم.
من هنا؟ من أنت؟ ها؟ قحطان؟ قحطان. وهذا من يكون. أجل أنت. من أنت؟ ها؟ ما هو اسمك؟ ها؟ أما أنا فظننت بأنك أحد اللصوص. ما بالك صامت هكذا يا ابن النجار؟ ها؟ ولكنك كنت تعرف من أنا. ومن أين لي أن أعرف؟ ها؟ أنت نفسك لم تأذن لي بالذهاب إلى البيت. هل تعرف من هو ضيفي؟ ها؟ إنه رئيس الكبسة. إنه الرجل الذي يرسله صاحب السمو في مهمات خاصة للقضاء على المتمردين والعصاة. قحطان. سمعا يا سيدي. لي عندك طلب واحد. سمعا يا سيدي. اليوم أفرطت في الشرب، سكرت وخسرت كل دراهمي. أنا أعرف أنه يوجد عندك نقود، فأعطني منها 25 دينارا لا غير. سأربح بها وأعيدها إليك مع الزيادة. ومن أين للنقود أن تكون عندي يا سيدي؟ عندك. أنا أعرف أنه يوجد عندك 25 دينارا يا مخادع، وأنت لا تعترف. الحقيقة أنك أنت مدين لي ب25 دينارا. يعني أنا مدين لك أيضا. نعم، فمنذ 1.5 سنة لم تعطني أجري يا سيدي. بلا ثرثرة، أخرج الدنانير، أخرجها قلت لك أيها العجوز الخرف. هيا هات، الرئيس ينتظرني. أقسم أنه لا يوجد لدي دنانير ولا حتى دراهم. ادخل إلى الكوخ وفتش بنفسك. كذاب يا مخادع يا محتال، أخرج الدنانير. خذني أنا مثلا. لقد بدأت من نقطة الصفر، من اللاشيء، وبدأت أترقى في سلم الخدمة. في البدء عينت رئيسا ل3، ثم رئيسا ل9، وأخيرا وبسبب إخلاصي لصاحب جلالة الأمير ونجاحي في عملي أصبحت رئيس حرس. ولولا الحزم والضرب بيد من فولاذ لما وصلت إلى ذلك. في السابق كانوا يرسلونني في أي مهمة، أما اليوم فقد أصبحت معروفا برجل المهمات الصعبة الخاصة. لماذا؟ لأنهم يثقون بي ويعلمون أن الرئيس الذي لم يفشل كل حياته في مهمة واحدة قادر الآن على سحق أي تمرد أو عصيان دون رحمة أو هوادة. ما هذا؟ ماذا حدث لك؟ هل وقعت؟ لا، لم أقع. عبيدي ضربوني. عبيدك؟ من الذي تجرأ على ذلك؟ ذلك البطل أجود النجار. وأين هو الآن؟ هناك عند قحطان. أحضروه حالا. تضحك ها؟ تضحك. المتمردون في بستاني وأنت تضحك. ولماذا فعل بك هذا؟ طلبت من عجوز قحطان مالا فرفض إعطائي، ثم قض علي ذلك اللعين وأشبعني ضربا، كله بسببك. ليس الذنب ذنبي. أنا قلت لك بأنني لا أريد أن ألعب. تفرغ جيوبي ثم تقول يكفي الليلة. حسنا، ما رأيك أن نلعب الآن على هذا الشاب أجود النجار؟ عافاك الله يا سيدي. كيف حال السيد؟ حسنة؟ حال سيدكم حسنة، غير أنه فاقد الوعي. لا تخف، لن يموت سيدك. ها هو صديقك المقامر قد أتى، إنه يستفسر عن صحتك. وما الفائدة؟ لا جدوى من ذلك. لقد سافرت إلى حصار بأمر من صاحب الجلالة، سحقت هناك انتفاضة متمردين، ولقد أتيت كي أتحاسب معك وأدفع لك ما بذمتي.
لقد أتيتك بعبد شاب جيد، فتى في 17، جميل الطلعة، قوي الجسم، إلا أنه والحق يقال وقع في الطريق وتكسر قليلا. جلسوا ليلا ونهارا عند الباب ينتظرون عزرائيل أن يزور هذا البيت، صدقني، ولكن أملهم لم يتحقق. وبدلا من عزرائيل أتى الرئيس الكبسة المقامر، جاءك بعبد مشوه، وها هو من حيث لا يدري عالج مرضك الأليم بهذا الدواء الأثيم. كذاك مزاحا أيها الثرثار، إنما الأعمار بيد الله. صحيح، ولكن يا سيدي صدقني، هذا العبد جلب لك السعادة فشفيت. ما هو اسمه؟ أجود، وأخشى أنه سيموت فداء لك. الرئيس أتى به؟ نعم، فهو كان مدينا لك، وها قد جاء بعبد يفي ما بذمته. الآن ضاع الدين، وسوف تضطر لعلاج هذا الشاب على حسابك. فهاك كيف يتحاسب معنا أصدقاؤنا المقامرون؟ أنا ألم أعد بأنني سأعتق عبدا وعبدا لوجه الله تعالى إن شفيت؟ بلى يا سيدي، وعدت. وهل ستنفذ وعدك؟ اذهب وقل إنني أعتق هذا العبد، واكتب له ورقة عتق باسمي واعطها له، وليذهب إلى حيث يشاء. أيعقل أنه خلال 3 شهور بقي مطروحا على الأرض ولم يساعده أحد؟ ساعدوا، كانوا يتصدقون علي. جدتي، لماذا انتقل من البستان إلى هنا؟ أجل صحيح، إنني أتكلم كثيرا ولكنني أغفل عن الهام. عندما أصبحت في 2 من عمرك كنت أنا قد كبرت، ولم أعد أستطيع النهوض بشؤون البستان كما قال السيد رمح الليل، فطلبت منه أن ينقلنا إلى المدينة ففعل، وسمح لنا بالعيش جدتي، هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير، لا تقلقي. ولكن لماذا لم يعد حيدر ولا حسن؟ معه حق. قال لي بأنه كان هو المقصود، ولكن كنت أستبعد ذلك. ماذا يريدون منا؟ بالأمس قتلوا خادمه سعيد سكير، واليوم من حسن الحظ أن صرة الهدايا كانت على صدره، علما بأن المجرم قد صوب ضربته إلى القلب مباشرة. في حارتنا لا يوجد أوغاد كهؤلاء. هذه كلها عمائل حيدر اللعين. من أين جاءنا هذا؟ وماذا يريد؟ لا شك أن رجالكم يعرفونه. وما كانت حاجتي بك لو كانوا يعرفونه. قربان اللحام مشغول بملاحقة الحمير، عليه اللعنة لا أراه إلا بالحلم، والآخرون الأوباش. يخيل إلي أن حيدر هذا يساوي 10 منهم. شاطر كهذا لو أراد
كنت والله أخذته للعمل عندي. ألا تظن أنه قد يكون لأحد خدم السيد ضلع في هذه الجريمة؟ لا يوجد في بيت السيد أناس على هذه الشاكلة. عصا يعيش في بيت السيد منذ ولادته، ابن عبد وعبد وفي، وعبد الله مؤتمن على كل شيء كما لو أنه هو صاحب البيت، فمن أين له أن يجد مكانة كهذه؟ أما سعيد السكير فقد قتل. وهؤلاء هم الجميع؟ لقد رأيت في العرس رجلا لا أعرفه، كان يشتغل قرب الموقد. من هو هذا؟ ألا تعرفه؟ لا أعرف، لا أظن. سمعت أنه في تلك الليلة جمع كل الآنية، غسلها ونظفها، ثم دفع القاضي زهران أجره وذهب. إلى أين؟ لا أدري. يجب العثور عليه، إنه هو. لا تماطل في الأمر، اسأل الناس. ألم يكن واضعا على عينه أصابع؟ بلى. استوضح من يعرفه وأحطني علما. ومن المؤسف أن تلك التي كانت تعرفه لم تعد على قيد الحياة. ومن هي؟ الجدة جفرة. لقد قابلت هذا الرجل في بيتها. اسمه أمين، وهو قريب جلنار. اسأل جلنار إذن. جلنار أيضا لم تعد موجودة. وأين ذهبت؟ اختفت. لقد انشغلنا نحن بدفن جدتها، ولما عدنا من المقبرة لم نجد لها أثرا. إنني أبحث عنها منذ يومين كاملين، فهي وفقا للعرف والشريعة. يا لك من أبلها بليد! في حالتك ومن تحت أنفك يسرقون فتاة وأنت لا تعلم ولا ترى شيئا؟ ومن في رأيك جرؤ على سرقتها؟ لقد استجوبت البعض وكلهم أجابوا: لا نعرف شيئا، لم نرى شيئا، حتى أن أحمد السق جاء إلي بنفسه مستوضحا عنه. لقد هدتك الكهولة وما عدت تنهض بالعمل. صحيح، فلو أحسنت العمل لما أفلتت من يدي جوهرة كهذه وفي وضح النهار. لكنني سأبذل جهدي وسأجد جلنار ولو كانت تحت الأرض، فهي وفقا للعرف والشريعة. كفاك تكرارا، فوفقا للعرف والشريعة لن تنالها أنت، بل السيد روح الندى. أما أنت لو عثرت عليها فلا بأس عليك. لقد وصل مبعوث من الوزير الأول يا سيدي. لو كان واحدا آخر مكانك لما شفي بهذه السرعة، ولكنك يا سيدي ولله الحمد قوي الصحة، وإذا اتبعت إرشاداتي فسوف تتماثل للشفاء بعد 10 إلى 15 يوما. شكرا. شكرا يا سيدي، أتمنى لك الشفاء العاجل. – 15 يوما أخرى. لو كنت أعلم أن مرضك سيدوم هكذا لما غادرت منزل أهلي، ولكنت بقيت أنام في حضن أمي الدافئ. ولو كنت أعرف أنهم سيعتدون علي بسببك لكنت تسلحت. بسببي؟ لماذا بسببي؟ بسبب من إذن؟ من يعتدي على العريس في ليلة عرسه غير عشاق العروس؟ هكذا أنت إذن؟ حتى المرض لا يمنعك من المزاح؟ أنا لا أمزح، بل أنا أفخر لأني غنمت بك رغما عنه. سفحت دمي من أجلك، أنت أيضا يجب أن تفخري، فهذا فداء لحبي لك. أضحية. أضحية؟ لقد بذلت من أجل أضحية وهي تكفي. لا، سعيد السكير لا يدخل في الحساب. ليس سعيد السكير، وإنما تلك العجوز جفرة. ماذا؟ الجدة جفرة؟ هل أصابها شيء؟
ما بك؟ لقد ماتت عبدة عجوز عليها الرحمة.